انا عاوزه حق ربنا، رجعت كام سنه ورا. وما توفيقي الا بالله. امبارح طلبت منكم طلب واحد واتفاجئت بصراحه بردودكم. طلبت منكم ان التعليقات تتملي كلها بوسات، كلكم تبعتولي بوسات في التعليقات، وبفضل الله وصلنا ل 3000 تعليق، نصهم بوسات ما شاء الله، اللهم بارك. علشان كده حبيت افرحكم النهارده، حبايبي اللي كانوا زعلانين علشان ما عندهمش قوالب سيليكون ومش عارفين يعملوا الكاندي من غير القوالب السيليكون. وكمان جبت لكم طريقه الشعريه بتاعت زمان، فاكرينها؟ كنت بتسموها شعريه ولا مكرونه؟ علشان افرحكم زي ما فرحتوني امبارح. بجد والله انتم مصدر سعادتي الفتره دي ورزقي في الدنيا من ربنا سبحانه وتعالى. يلا بينا بقى نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حطي لايك يا فوزية ويلا نقول بسم الله. كالعادة هننزل السوبر ماركت وهنجيب كل أنواع الجيلي أو كل ألوان الجيلي زي ما اتفقنا، أي ألوان عنده هاتيها. تمام، علشان نعمل بقى ايه حاجات كده وطبقات وحركات. هنستخدم ايه بقى يا حورية النهاردة القوام لازم يكون اتقل علشان مش هنستخدم قوالب سيليكون، فلازم يكون القوام متماسك اكتر. استخدمت 2 باكت، هشرح لكم بالتفصيل وبالراحة وبشويش اهو. 2 باكت من الجيلي، هنحط عليهم 4 معالق كبار من الجيلاتين، وهقول لكم لو مش عاوزين تستخدموا جيلاتين بس واحدة واحدة. يعني لكل باكو جيلي هحط عليه 2 معلقتين كبار جيلاتين، ولكل باكو جيلي معلقة واحدة كبيرة من السكر. يعني باكو الجيلي عليه 2 معلقتين جيلاتين ومعلقة سكر وكوباية مش مليانة قوي من المية المغلية. تمام قوي. يعني بقى كل لون هتحضريه بكمية قد ايه يا حورية؟ كل لون هيكون 2 باكو جيلي، 4 معالق جيلاتين، معلقتين كبار من السكر، وكوبايتين مش مليانين قوي من المية المغلية، وبس كده. هندوبهم مع بعض كويس قوي، ما بنرفعهوش على النار ولا اي حاجة خالص. تدويبة كده تتأكدي بس ان الجيلي اتداب كله، وتجيبي بقى الصاج بتاعك. انا استخدمت النهاردة الصاج 30 في 40، وعاوز اقولك المقدار ده مظبوط عليه قوي. انا استخدمت في الصاج كله الكمية اللي شفتوها كلها دي في اول فيديو 8 بواكي جيلي. تمام، شايفين ما شاء الله عملت كمية مهولة يعني رهيبة. هنبخ بقى بخيتين كده من الزيت وندهنهم، وبعدين نمسحهم بمنديل، ما نسيبهمش علشان خاطر ما يختلطش بالجيلي. نمسحهم بمنديل يكون بس الصاج فيه مسحة بسيطة كده. هندوب بقى الجيلي وهنصبه في الصاج. ركزوا لي بقى في الخطوات اللي جاية علشان في تريكات مهمة قوي علشان الالوان ما تدخلش على بعضها. تمام، هاخد بقى الصاج ده ادخله التلاجة، ما بياخدش ما شاء الله يعني ربع ساعة ولا نص ساعة ولا حاجة، اقل من نص ساعة بكتير. وعلى ما بيجمد او بيتماسك بكون بحضر الطبقة التانية. بس خلي بالكم انا ما دخلتهوش التلاجة وطلعت عملت الطبقة التانية خالص، لا، بسيبه ربعاية كده ولا نصاية، واحط ايدي عليه اتاكد انه اتماسك، اروح ساعتها اعمل الطبقة التانية. الطبقة التانية عملتها باللون الأخضر أو اللون الأناناس. برضو باكوين جيلي، 4 جيلاتين، و2 سكر، وكوبايتين مش مليانين على الآخر من المية المغلية. هنعمل ايه بقى؟ بعد ما اعمل خليط الجيلاتين ده لازم نسيبه يبرد شوية، ما تسيبوش يبرد كتير بس يهدى، يبطل يطلع دخان. وهجيب الصاج بتاعي وهبدأ احط معلقة او اي حاجة انزل عليها الخليط، علشان لو نزلت الخليط سخن او دافي على الجيلي هيسيحه وهيخلي اللونين يخشوا على بعض. وهكذا بنجمد برضو الخليط ونحط الطبقة التالتة، ونجمد الخليط تاني ونحط الطبقة الرابعة والأخيرة. كل طبقة من دول بباكوين جيلي زي ما اتفقنا. تمام، بصوا بقى الموضوع سهل وبسيط ازاي، بس اهم حاجة لازم تتأكدي ان اللي في التلاجة اتماسك، وان اللي انت حضرتيه برد ما يكونش دافي. بصوا بقى ما شاء الله شايفين القوام. طب يا حورية انت قلت لنا، هقول لكم لو مش عاوزين تستخدموا جيلاتين اعملوا ايه. لو بقى مش عاوزة تستخدمي الجيلاتين هتستخدمي بدل الكيسين الجيلي هتستخدمي 3 من الجيلي، هتحطي عليهم بدل الكوبايتين مية هتحطي كوباية ونص بس. تمام، ما تحطيش كوبايتين، حطي كوباية ونص على باكوين الجيلي، وحطي عليهم معلقة واحدة بس سكر. هيكون ما شاء الله برضو متماسك وجميل وكل حاجة، وهيبقى زي الفل ما شاء الله. ده لو انتي مش حابة تحطي جيلاتين. حابة تحطي جيلاتين بصراحة انا بفضل الجيلاتين، بيديكي كده عرق حلو قوي ومتماسك كده وخطير قوي. بصوا هنا كده النتيجة لسه ما ظهرتش، لسه النتيجة هتظهر دلوقتي. في فيديو امبارح وصلنا ل 3000 تعليق، نصهم بوسات مبعوثة من حبايبي. النهارده بقى انا هطلب منكم طلب، انا عاوزة التعليقات تتملي قلوب.
كل اللي عجبته وصفة النهارده أو كان نفسه يعملها بس متضايق إنه ما عندوش قوالب، يحط لي قلب في التعليقات، يكتب لي مش عاوزة كتاب، حطوا لي بس قلب، مش طالبة منكم أكتر من كده. أنا عاوزة أقول لكم إن القلب اللي بتحطوه دوّة بيفرق معايا جدًا، أنا طول الليل قاعدة باتفرج على كومنتاتكم ومبسوطة جدًا والله. حطوا لايك للفيديو، شيروه لأصحابكم، شيروه على الجروبات اللي عندكم على التليفون، لإن ده بيساعدني إني أوصل لأكبر عدد من الناس، وإني أتشاف، وإني أتحمس، ويكون عندي باور وطاقة إني أعمل لكم فيديوهات جديدة بفضل الله. بصوا بقى قطعنا كده الكاندي بتاعنا 4/4، وبعد ما قطعته 4/4 خدت الربع منه عملته زي صوابع، تمام، وبعدين بدأت أقطع منه بقى شرايح كده، شرايح الشعرية أو شرايح المكرونة. فاكرينها ولا مش فاكرينها؟ طيب هاقول لكم بقى، لو عاوزين الجيلي الميزز أو الكاندي الميزز قولوا لي، علشان أنا إن شاء الله مصوراه، وقولوا لي أنزله لكم دلوقتي والّا استنى شوية. أنا مصورة لكم الجيلي كولا، ومصورة لكم كمان الكاندي الميزز اللي هو اللي بيكون فيه مزازة ده. قولوا لي أنزله لكم دلوقتي والّا كفاية كده نفسكم جزعت؟ لو حابين نفصل شوية من الكاندي وأبقى أنزل لكم بقية وصفات الكاندي قبل العيد، قولوا لي في الكومنتات برضه. بصوا بقى الجمال، اللهم بارك. يلا بينا بقى نقول الدعاء. وحبايب قلبي اللي بيعملوا تطبيقات وبيعملوا الوصفات بتاعتي، عاوزاكم تبعتوا لي الصور بتاعتكم على الجروب، جروب متابعين حورية، هاسيبه لكم إن شاء الله في أول تعليق. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمر جديد، اخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله الفيديو الجاي هيكون أقوى وأجمد من الفيديو بتاع النهاردة. استنوني، تابعوني، وأنا واثقة إن شاء الله كل مرة هكون عند حسن ظنكم وهبهركم كالعادة. بحبكم في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. كانت معاكم حورية، هستنى القلوب والبوسات والأحضان في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.